وانا الصراحه ما اعرفش مين ابن اللي قال لكهربا خش شوط الضربه الحاسمه. ازاي الساعه 5 الفجر بتعلنوا عن قرعه؟ ده الزمالك كله تمام والله، بس مش عايز حكام اجانب. ومفيش حكام اجانب، انا مش هلعب الماتش ومش هكمل الدوري وهنسحب. واللي خليك تتساءل ان مفيش ولا نادي في الدوري من ال 18 نادي اعترضوا على ان القرعه صدرت 5 الفجر ومحدش كان موجود. انا كنت مستني في الفتره ال 20 دقيقه دي ان لعيبه الاهلي تنزل بورشوتات والله ويلعبوا الماتش، لحد ما بيتعلن رسمي انسحاب النادي الاهلي من قدام الزمالك على خصم 3 نقط الماتش طبعا و3 نقط في اخر الموسم. مجلس اداره النادي الاهلي يوجه الشكر لمارسيل كولر. وعن جنب التاني الزمالك بيفوت المباراه البيراميدز. بعدها الرابطه بتعلن عدم خصم ال3 نقط من النادي الاهلي في نهايه الموسم. كزملكاوي انت عايز ايه؟ حرفيا بقالي كتير ما شفتش الاهلي بيلعب حلو كده. بيراميدز بعد ما فاز على سيراميكا بيحتفل هو كمان بالدوري. هل انت متخيل ان هم هياخدوا الدوري من الجزيره ويودوه البيراميدز؟ معلش يعني ما فيش الكلام ده. بعد ما بتكسب دوري محلي ودوري ابطال افريقيا بتدخل موسم جديد وبتعمل 3 صفقات: يحيى عطية الله اعاره في مركز باك ليفت، اشرف داري قلب دفاع، وعمر الساعي خط وسط. وبتخش الموسم بسكواد مرعب نسبيا من اقوى سكوادات في القاره، وعندك استقرار اداري وفني و لحد ما بتتوالى الهزائم والسقطات سواء على المستوى المحلي او على المستوى القاري او حتى على المستوى العالمي. مدرب بيتغير بعد 2.5 سنين استقرار، الاسطوره بتاعك بيتم الاستغناء عنه بمشهد غير مقبول بالمره، اداره بتتهاجم من جمهورها، قرعه مرحله نهائيه في الدوري بيتعلن عنها بعد صلاه الفجر، رفض استخدام حكام اجانب لماتش القمه، انسحاب قدام الزمالك لاول مره في تاريخك، ومشكله خصم ال3 نقط. ولكن في النهايه فكله يعيش الوهم والاهلي بطل الدوري. حدوتتنا النهارده عن دوري امام عاشور، ونرجع بقى لسلسله حدوته البطوله، السلسله اللي نالت اعجابكم بفضل الله بحدوته جديده، وهي حدوته الدوري المصري 2024 2025 النسخه ال 45 في تاريخ النادي الاهلي. فانا عمر يانو ودي قناتي حدوته مدرج في ثوبها الجديد. ومشروبك الرايق لايك وسبسكرايب في القناه، واهم حاجه زرار الجرس خليه على كل الاشعارات، شد الفيديو في كل مكان لو عجبك، كومنت لذيذ منك، لينك التيك توك والانستجرام في الديسكربشن، روح اعمل فولو. وكل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك، وما تنساش تصلي على افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا فلنبدا. بعد فوزك بالدوري المصري ال 44 في تاريخك، وفوزك ببطوله افريقيا ال 12 على حساب الترجي التونسي، وصعودك رسميا للانتر كونتيننتال، بتخش موسم جديد بتباطؤ كالعاده في ملف الصفقات. فالاداره بتجيب المغربي يحيى عطية الله اعاره 6 اشهر بعد اصابه علي معلول في مركز الباك ليفت، الاصابه اللي جت في ذهاب نهائي افريقيا في رادس، واللي عملنا فيديو كامل عن مشوار ملك الحلول مع النادي الاهلي، هتلاقوه ظهر لكم في الاي اللي هنا او اللي هنا، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. وبتعمل صفقه تانية مدويه، وهي المدافع الدولي المغربي اشرف داري، وصفقه اخيره وهي لاعب الوسط عمر الساعي قادما من النادي الاسماعيلي. وبتكتفي بكده وبتبوس ايدك وش وظهر، وبتبدا الموسم بتاعك بالسوبر الافريقي قدام الفائز بالكونفدراليه غريمك التقليدي نادي الزمالك، مباراه على بطوله قاريه للمره الثانيه من بعد نهائي القرن، وبتخش المباراه على الورق تنزل تاكل النجيله وتكسب سكور كمان. ولكن الكره عودتنا ان الورق حاجه وارض الواقع حاجه تانية. بتقدم مستوى سيء جدا، بتجيب جون في الدقيقه 44 عن طريق اسامه ابو علي من ضربه جزاء، والزمالك بيتعادل في الدقيقه 77 عن طريق ناصر منسي، وبتلعب ضربات جزاء وبتخسر للاسف، وبياخدوا بطوله قاريه على قفاك. عشان بعدها بشهر بتلعب السوبر المصري وبتكسب سيراميكا في نص النهائي 2-1، وبتتأهل النهائي عشان تقابل الزمالك لتاني نهائي على التوالي في أقل من شهر. طب إيه بقى، نتعلم من غلطتنا ولا إيه؟ لا ازاي؟ بتنزل برضه بتقدم مستوى سيء جدا، والمباراه بتنتهي بتعادل السلبي، وبتروح برضه لضربات الجزاء، ولكن المره دي الكره بتنصفك وبتفوز بالسوبر. وركز معايا عشان البطولتين دول سواء سوبر افريقيا او سوبر محلي محسوبين على الموسم الماضي، فلحد دلوقتي انت لسه ما بداتش في الموسم الجديد. يعني انت كده خلصت الموسم اللي فات كسبان دوري محلي وكسبان دوري ابطال وكسبان سوبر ومنسحب من الكاس ومنسحب من الرابطه، كده باقي لك ايه؟ بالظبط كده الانتر كونتيننتال. وبتلعب اول مباراه مع نادي العين الاماراتي على استاد القاهره وسط جمهورك يوم 29 اكتوبر بعد 4 ايام بس من نهائي السوبر المحلي، وبتكسب المباراه دي باداء ولا اروع بثلاثيه نظيفه، سجل الاهداف اسامه ابو علي وامام عاشور ومحمد مجدي قفشه. وبفوزك الماتش ده بتكسب كاس ثلث العالم، وهي بتعتبر مباراه نهائي كاس اسيا افريقيا المحيط الهادي، واللي بالمناسبه فهي معترف بيها دوليا عشان بس نناقش اللي هيحصل في الكومنتات. وبتصعد لنص النهائي عشان تقابل باتشوكا، بس المباراه لسه في شهر 12. بعد مباراه العين بثلاث ايام وتحديدا يوم 2 نوفمبر بتلعب اول مباراه في الدوري المصري قدام سيراميكا كليوباترا، اللي بالمناسبه السنه دي هيكون دوري استثنائي، هيكون مجول من دور اول، دور طبيعي جدا هتلعب 17 مباراه، وعلى حسب ترتيب الجدول فهيتقسم الدوري في الدور الثاني لمجموعتين. المجموعه الاولى بتضم اول 9 مراكز وهي مجموعه تحديد البطل، المجموعه الثانيه بتضم اخر 9 مراكز واللي هي مجموعه الصراع على الهبوط، والدور الثاني عباره عن 9 جولات ب8 ماتشات لكل فريق، وكل فريق هيريح جوله. وركز معايا عشان ده بدايه النوش
تعرفوهاش إيه اللي هيحصل من الدور الثاني. المهم بيتلعب سيراميكا في اول مباراه في الدوري، بتفوز فوز كبير عريض في اول مباراه ليك 5-2. سجل اهداف الاهلي هدفين حسين الشحات، هدفين وسام ابو علي، وهدف لطاهر محمد طاهر. وبعدها يوم 7 نوفمبر بتفوز على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر. وفي المباراه الثالثه يوم 22 نوفمبر بتسقط في فخ التعادل قدام الاتحاد السكندري، ولكن المره دي تعادل ايجابي 1-1، وبيسجل هدف الاهلي الوحيد عمرو السوليه. والمباراه بتشهد اهدار امام عاشور لركله الجزاء. عشان يوم 26 بتلعب اول مباراه ليك في دور المجموعات لدوري الابطال اللي انت حامل اللقب بتاعه قدام استاد ابيجان، وبتفوز عليه 4-2. وسجل الاهداف محمود كهربا هدفين، محمد مجدي قفشه هدف، وحسين الشحات هدف. يوم 1 ديسمبر بترجع على الدوري المصري وبتلعب البنك الاهلي، ولكن المباراه بتخلص تعادل سلبي. ويوم 7 ديسمبر بتسافر جنوب افريقيا، بتلعب تاني مباراه ليك في دور المجموعات قدام اورلاندو بايرتس، ولكن المره دي بتخلص تعادل سلبي عشان تخش على المباراه المنتظره وهي مباراه باتشوكا في نص نهائي كاس الانتركونتيننتال. وخلاص حلم الوصول لاول نهائي قاري على الابواب، يعني عتبه، مباراه فاصله بين انك توصل وتحقق حلمك، والاول مره في تاريخك يبقى سهل المنال وقريب قوي من اي مره قبل كده، وفرصه قبل كاس العالم المجمع اللي هيكون الموسم اللي جاي في امريكا، اللي هو خلاص حاليا كمان ايام. ودي بتكون فرصه ذهبيه توصل للعالميه وتضمن ميداليه سواء ذهبيه او فضيه. طبعا احنا كاهلي خدنا برونزيه كتير قبل كده. وبتخش المباراه المشؤومه دي بامال عاليه، ولكن بعض الاخطاء الفنيه كانت موجوده واغلب اللعيبه ما كانتش مركزه. امام بيضيع، طاهر بيضيع، كهربا بيضيع انفراد. كهربا يا كهربا حرمتنا من نهائيين اسهل من بعض والله. يلا حصل خير. المباراه بتخلص تعادل سلبي وبنروح لضربات الجزاء. باتشوكا بيضيع اول ضربتين وانت بتسجل اول 3 ضربات، وبكده بتكون انت فايز في ضربات الجزاء 3-1، يعني تجيب الضربه الرابعه تصعد للنهائي رسمي. وانا الصراحه ما اعرفش مين ابن اللي قال لكهربا خش شوط الضربه الحاسمه، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. كهربا بيخش كالعاده وبيضيع، وباتشوكا بيخش ويسجل، وبيوصل بيك الامر انك تلعب ضربه وضربه، وخالد عبد الفتاح بيضيع، وعمر كمال بيضيع، وباي باي حلم الوصول للنهائي. رسميا باتشوكا بتفوز عليك وبتوصل للنهائي وبتخسر من ريال مدريد 3-0. وعارفين انا اليوم ده اتقفلت قفله سواد، كان يوم ما يعلم بالله ربنا. شوف انت بعد ما كنت فين وامالك عامله ازاي، بقول لك انت كنت كسبان 3-1 ضربات جزاء ضربه تصعد، كنا فرحانين فرح جبار. في لحظه الفرح اتحول، يعني عارف انت الميمز بتاع الابيض والاسود، خدوا الصوره هي جاهزه اهي بالابيض والاسود عشان بعد الماتش ننشرها. كان التايم لاين كله كده، وكان المفروض من وقتها كولر يمشي لانه كان دي تاني بطوله يخسرها في اقل من شهرين تقريبا، ثالثه بتكسبها بشق الانفس، ولكن الحمد لله. خلونا نكمل. يوم 22 ديسمبر بتلعب شباب بلوزداد في ثالث مباراه في دور المجموعات، وبتكسب فوز كبير جدا، بتكسب 6-1، الرقم اللي بيحبوه اخواتنا. سجل الاهداف هاتريك وسام ابو علي، وهدف لحسين الشحات، وهدف لبيرسي تاو، وهدف لامام عاشور. وبترجع للدوري المحلي يوم 26 ديسمبر بعد غياب حوالي 25 يوم، وبتكسب المهري 2-0. سجل الاهداف محمد مجدي قفشه ويحيى عطيه الله، يحيى اللي سجل الاول وبعدين محمد مجدي قفشه يعني عشان بس ما نتلخبطش. ويوم 30 بتلعب انبي وبتخلص المباراه تعادل سلبي، وبيستمر سلسله اهدار النقاط بدري بدري. يوم 3 يناير بتسافر الجزائر وبتقابل شباب بلوزداد في الجوله الرابعه، تخسر بهدف نظيف من اخطاء دفاعيه بالجمله. بتيجي يوم 7 يناير بتكسب سموحه في الدوري 2-0 بهدفين سجلهم محمد مجدي قفشه وامام عاشور. 11 يناير بتسافر كوتيفوار عشان تقابل استاد ابيجان وبتكسب 3-1، والثلاثه هاتريك امام عاشور، وبكده رسميا بتصعد من دور المجموعات. عشان يوم 15 يناير بتقابل الجونه في الدوري وبتكسب 2-0، والهدفين برضه سجلهم امام عاشور. ويوم 18 يناير بتقابل اورلاندو بايرتس في الجوله الاخيره من دور المجموعات، وعلى ملعبك استاد القاهره وسط حضور جماهيرك، وبتخسر المباراه 2-1، وهدفك الوحيد بيسجله حسين الشحات، وبيتاكد رسمي صعود اورلاندو كاول المجموعه وصعودك كتاني المجموعه. يوم 22 يناير بتلعب فاركو في الدوري وبتتعادل معاهم 1-1 بهدف لامام عاشور من ضربه جزاء، واللي بالمناسبه المباراه دي انا كنت حاضرها في ارض الملعب في برج العرب عامه يعني. يوم 26 مباراه بيراميدز وعلى استاد القاهره، في الدقيقه 18 بيدخل فيك هدف ذاتي عن طريق رامي ربيعه، بيسجل مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقه 50. مصطفى فتحي ابن النادي اللي ضيع امبارح ضربه جزاء قدام الزمالك وخلاهم يفوزوا بالكاس، ده انت ابن النادي جدا. بالمناسبه دي ثالث مره تحصل يعني في تاريخه. رامي ربيعه بيسجل هدف تقليص الفارق، بعدها جراديشار بيسجل هدف التعادل، وبيكون هو اول هدف ليه في اول ظهور ليه بعد التعاقد معاه كاول صفقه شتويه. تخلص المباراه 2-2 وبيستمر الصراع ما بين الاهلي وبيراميدز على الصداره. يوم 6 فبراير الاهلي بيلعب بتروجيت وبيفوز عليهم 2-1 بهدفين لامام عاشور وجراديشار. ويوم 11 فبراير الاهلي بيفوز على غزل المحله بهدف نظيف لامام عاشور. يوم 16 فبراير الاهلي بيقابل الاسماعيلي وكالعاده بيكسبوا 4-0، وبيسجل الاهداف مروان عطيه من ضربه جزاء، امام عاشور هدف، وحسين الشحات هدف، واحمد رضا بوبو هدف. وبالمناسبه احمد رضا بوبو بيكون تاني صفقات الاهلي الشتويه. عشان نخش يوم 22 فبراير مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، بن شرقي بينزل كبديل وبيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي.
الاهلي وبيرفض الاحتفال، واللي بالمناسبه بن شرقي بيكون ثالث الصفقات الشتويه للنادي الاهلي، واللي بتكون ضربه في مقتل. بس الزمالك بيتعادل قبل نهايه المباراه، والمباراه بتخلص 1-1 وبترجع تاني لسلسله اهدار النقاط. 26 فبراير بتفوز على الحرس بهدف نظيف سجله بن شرقي في اخر دقيقه في المباراه، وثلاث نقط مهمين جدا في مشوارك. يوم 5 مارس اخر مباراه في الدور الاول قصاد طلائع الجيش، وبتفوز 2-0، جراديشار باسيست امام ومروان عطيه من ضربه جزاء. ولحد هنا الامور تمام وكل حاجه في مكانها وزي الفل. بنخش بعد المباراه بنتسحر ونصلي الفجر ونستعد اننا ننام، ولكن قبل ما بننام بنلاقي مهزله بتحصل، مهزله حقيقيه. رسميا اعلان قرعه الدور الثاني للدوري المصري، او بمعنى اصح المباريات النهائيه للمجموعتين، مجموعه البطل ومجموعه الهبوط. طب يا جدعان ازاي الساعه 5 الفجر بتعلنوا عن قرعه؟ طب فين ممثلين الانديه اللي كانوا حاضرين في القرعه وشاهدين عليها؟ طب عملتوها ازاي كيلو باميه ولا ايه؟ قال لك لا احنا عملناها ايه العبط اللي انتوا بتقولوه ده؟ طب نبص في القرعه يمكن نغير راينا، نلاقي لك يا معلم اول ماتش الاهلي والزمالك، اول ماتش القمه كمان 5 ايام بس. يعني ماتش قمه بيتحدد قبلها ب5 ايام. طب يا جدعان ازاي؟ طب لو عايزين اكيد مليون في المية واحد من الاثنين هيطلب حكام اجانب. طب هتجيب حكام اجانب ازاي في 5 ايام؟ هي عامه عمرها ما حصلت في العالم ان مباراه قمه ما بين فريقين بتتحدد قبلها ب5 ايام عامه يعني. لا وعامل لي كمان تاني ماتش الاهلي قصاد بيراميدز، ده ليه بقى؟ عشان جمهور الاهلي لو صدر منه اي فعل في ماتش الزمالك يتوقف في ماتش بيراميدز على طول، والاهلي يلعب من غير جمهور. يعني حاجه سوقيه، تحس اننا في سوق. والله لو دوره رمضانيه هتبقى احسن من كده. بيطلع ميدو في مؤتمر صحفي وبيعلنوا رسميا وبيان بيشتكوا فيه التحكيم المصري، وانهم معينين له حكام مش على هواه، وازاي دول يحكموا لنا وبتاع. واهو خليكم معانا واحده واحده. الزمالك بيشتكي التحكيم المصري وبيطلب العداله من الدوله، فالاهلي طلب حكام اجانب. قال لك لا معلش مفيش وقت، ولا اقول لك لا استنى مساله اتحاد الكوره كده. يا اتحاد الكوره الاهلي عايز حكام اجانب نعمل ايه؟ لا معلش والله الوقت متاخر. طب لحظه بس، هو الزمالك عمل ايه؟ ده الزمالك كله تمام والله بس مش عايز حكام اجانب. قال لك انا تمام وبجدد الثقه في الحكام المصريين. يا جدع الله، يعني يا منافقين يا اولاد اللي كنتوا لسه بتشتكوا من التحكيم المصري ومن ظلم التحكيم وبتطلبوا العداله، اثبتوا ولو لمره انكم عندكم حق في ادعاء المظلوميه اللي انتوا بتدعوها دي. ايدوا طلب الاهلي وقولوا احنا مع الاهلي وعايزين حكام اجانب، على الاقل تبقوا رجاله قدام الناس. لكن تطلعوا زي مش عارف ايه وتقولوا لا معلش انا مش هطلب حكام اجانب، واللي عايز يدفع انا ما معيش فلوس، اللي عايز يجيب ما ماليش دعوه. وبالمناسبه المباراه كانت مباراه الزمالك، فحرفيا ده شغل يعني معلش يعني انت فاهم. فقبل المباراه ب 24 ساعه الاتحاد بيعلن تعيين طاقم تحكيم مصري للمباراه. طب يا اهلي ايه الدنيا؟ الاهلي مش بيرد. بنخش ننام ليله المباراه، بنصحى الصبح على بيان جريء من النادي الاهلي بيقول لك في ايه بقى؟ لو معلش لو مفيش حكام اجانب انا مش هلعب الماتش ومش هكمل الدوري وهنسحب. طب يا اسطى والناس اللي حجزت الماتش اللي فضلت سهرانه على الموقع بتحجزه، وساحه سافرت من بيوتها مئات الكيلومترات وهي صايمه والجو حر، ده كل ده عشان تشجعك تقوم سايبها؟ طب ما قلتش من بدري ليه؟ ليه ما وضحتش نيتك انك مش عايز تلعب المباراه غير بحكام اجانب؟ ليه استنيت لحد قبل المباراه بساعات وانت عارف ان ده هيحصل؟ طب بلاش دي، ليه ما اعترضتش اول ما القرعه طلعت؟ ده المشكله او اللي خليك تتساءل ان مفيش ولا نادي في الدوري من ال 18 نادي اعترضوا على ان القرعه صدرت 5 الفجر ومحدش كان موجود. ده معناه ان كل نادي فيهم عنده علم بالقرعه وعنده علم بالماتشات اللي هتتلعب. فانت ما تجيش بقى تعترض لي بعدها وتقول لي مش عارف ايه وانا ما كنتش اعرف. كنت اعترض من اول ما القرعه طلعت، كان هيبقى قدامك 5 ايام. طب معلش ده الاهلي مش عايز ده، طب نعمل ايه؟ هيبقى في وقت. لكن انت تعترض وتقول هنسحب قبل المباراه ب9 ساعات؟ ازاي؟ المباراه كانت الساعه 9 حرفيا، الاهلي منزل بين الساعه 12 الظهر. طب ما طلبتش ليه طلب رسمي بالتحكيم الاجنبي؟ او حتى كنت يا عم طالما انت عندك النيه انك تنزل البيان ده الساعه 12 الظهر كنت نزلته قبلها ب 12 ساعه على الاقل، كنت نزلته قبلها بيوم على الاقل. الجمهور ما كانش سافر كل ده وكان يا عم خسر ال 75 جنيه بتاع فلوس التذكره وخلاص، بدل ما يخسر فلوس تذكره وفلوس سفر رايح جاي وفلوس فطار كمان غير بهدله السفر والصيام والحر والدنيا دي كلها. وفضلنا على الحال ده لحد الساعه 9 مستنيين الاهلي يحضر المباراه. الزمالك بيحضر الاهلي ما بيحضرش. وانا كعمر والله كنت قاعد لحد ما الحكم صفر. يعني هو في فتره كده بيديها لك 20 دقيقه في حاله ان الفريق ما حضرش بيلغي المباراه وبيعتبر ان الفريق ده منسحب وبيدي الثلاث نقط للفريق الثاني. صح انا كنت مستني في فتره ال 20 دقيقه دي ان لعيبه الاهلي تنزل بورشوطات والله ويلعبوا الماتش. مش معقول الجمهور يحضر وانتم ما تحضروش، يعني احنا عمرنا ما عملناها كده في تاريخك كده انك منسحب من قدام الزمالك. بس للاسف اهو حصل اللي حصل. ولاعيبه الاهلي بدل ما هتطلع على استاد القاهره راحت على فرع النادي في مدينه نصر وعملوا تمرينه قبل ما يروحوا. وبس يا سيدي الاهلي بينسحب وبيخسر 3-0 والثلاث نقط تروح للزمالك، وفي انتظار خصم الثلاث نقط التانيين في نهايه الموسم. يعني بدل ما كنت هتلعب وانت كعبك عالي عليه وانت اكتر استقرارا منه، ما عندكش اصابات الحمد لله، وهم متداسين حرفيا من طوب الارض وفي اسوأ احوالهم، وكنت هتكسبهم ويمكن سكور كمان، وبعد كده بقى اشتكي من التحكيم براحتك. انت عارفان كان بعد الماتش ده قدامك شهر في توقف دولي، كان ممكن تشتكي براحتك بقى طول الشهر ده. لكن
لكن لا تتكتب في تاريخك انك انسحبت من قدام الزمالك اول مره في تاريخك، سقطه في حق مجلس الاداره، وخسرت 3 بونت الماتش. لا والجمهور حضر والاهلي ما حضرش. بعدها بيحصل توقف دولي شهر تقريبا. طول الشهر ده بقى مستنيين قرارات الرابطه، طب هيعلنوا نتيجه الماتش، طب هيعلنوا انسحاب الاهلي، طب هيعملوا ايه. حرفيا احنا كنا داخلين، عارف انت في اليومين دول بعد صفقه زيزو بن رمضان والحوارات دي، بتدخل صفحه الاهلي بتعمل ريفريش عشان تشوف الصفقه. احنا كنا بندخل صفحه رابطه الانديه بنعمل ريفريش نشوف القرارات الجديده ايه، او بتستنى حتى بيانات من النادي الاهلي. وقد كان الاهلي عمال يبعت بيانات وانه معاه اوراق تثبت انه مش منسحب، لا هو رفض يلعبها تطبيقا للعداله. لا طب ايه الحكايه؟ طيب ما حدش فاهم اي حاجه في المهلبيه اللي بتحصل دي، لحد ما بيتعلن رسمي انسحاب النادي الاهلي من قدام الزمالك واحتساب المباراه 3-0 للزمالك، مع خصم 3 نقط الماتش طبعا و3 نقط في اخر الموسم. ده الطبيعي اللي المفروض بيحصل. والاهلي بيصعد الامور للجنه الاولمبيه بعدها، وبيشتكي الرابطه واتحاد الكوره سوا برابطه المعلم كده. فضل يقول انه متمسك بقراراته وطلباته وانه مش منسحب من الماتش، وكل شويه بيجدد طلبه للجنه الاولمبيه. وبعدها الرابطه بعتت للاهلي قالت له معلش انت مش منسحب. انت شفت مش انت طلعت مش منسحب؟ والله زي ما بقول لك كده، انت طلعت لا منسحب ولا متعمد اثاره اي ازمه ولا هدفك الانسحاب كنادي اهلي. وانا كاهلي عايز احقق العداله وطلبي مدعوم بمستندات، يعني من الاخر سيديهاتكم معايا. وبعدها الاهلي بيقدم مذكرتين قانونيتين للرابطه ولجنه الانديه او اللجنه الاولمبيه. ووسط كل ده فالاهلي بيلعب ماتشين في كاس الرابطه بالناشئين قصاد انبي وطلائع الجيش وبيخسرهم الاثنين. عشان يوم 1 ابريل الاهلي بيلعب الهلال السوداني في ذهاب دور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا. بيلعب المباراه الاولى في مصر بحضور جماهيري كامل في العيد، وبتكسب المباراه بهدف نظيف بيسجله محمد هاني. عشان بعدها على طول يوم 8 ابريل بتسافر لموريتانيا وبتلعب مباراه العوده وبتكسب برضه بهدف نظيف سجله المره دي طاهر محمد طاهر. بترجع على الدوري تاني بعد توقف شهر بحاله عن الدوري، وبتلعب بيراميدز يوم 12 ابريل في محاوله عشان نصلح الاوضاع شويه، ولكن بيحصل اللي كلنا خايفين منه. بتتعادل 1-1 باداء اقل ما يقال عليه انك فريق جبان. كولر وقتها بيلعب على استحياء، يعني انت بتتعادل بهدف احمد رضا بوبو في اخر دقيقه، والهدف اصلا جاي بالحب كده، يعني هو كان في وسط لعيبه كتير قوي وسط الزحمه حرفيا، وانت بتلعب على استحياء. والمشكله ان بيراميدز كان مطرود منهم لاعب من الدقيقه 50، يعني انت لعبت 40 دقيقه على استحياء، خايف تطلع بالكره يا راجل. والمباراه برده مباراه الذهاب او مباراه الدور الاول اللي خلصت برده تعادل 2-2 كان برده مطرودين منهم واحد، وبتخسر نقطتين يا عم كمان في صراع الصداره. بعدها بتخسر الماتش الثالث بالرابطه برده في الناشئين قدام فاركو، وبتخرج رسمي كده منها. بعدها بتروح جنوب افريقيا يوم 19 تقابل مين؟ تقابل صن داونز في نص نهائي دوري الابطال، في ذهاب نص نهائي دوري الابطال. والمباراه بنكون خايفين منها بشكل كبير جدا، وايه الخماسيه تتكرر تاني ولا ايه؟ ولكن لعيبه الاهلي كانوا قدها المباراه دي، وحاولوا ان هم يطلعوا من المباراه باقل خسائر، وكان مستواهم يعني مش وحش، وطلعوا 0-0 من المباراه. قال لك ماشي نيجي بقى بعدها باسبوع يوم 25 ابريل على استاد القاهره اللي متقفل بجمهور الاهلي، مباراه العوده، وانت يعني انت محتاج جون وتكسب. وفعلا بتجيب الجون ما يعني في اول نص ساعه من طاهر محمد طاهر. طب ايه نلعب ونجيب الثاني؟ لا ازاي وانا موجود ككولر يعني. وبيلعب على استحياء وما بيهاجمش، بيقف تحت الكوره حرفيا، بيلعب على المرتده. انت متخيل وسام ابو علي بيضغط من نص الملعب بينزل عشان ياخد الكوره؟ انت متخيل مفيش حد، انت ما بتعديش نص ملعبك اصلا الا بوسام ابو علي. ده كل ده وانت على ملعبك وسط 60,000 متفرج او وسط 60,000 من جمهورك وكسبان، يعني انت مش خسران ولا حتى كسبان 3 يا عم وبتحافظ، لحد بقى ما بيحصل الشيء اللي كلنا كنا خايفين منه. في اخر دقيقه كوره ملعوبه من لعيبه سان داونز بتخبط في رجل ياسر ابراهيم وبتخش جون. خلاص امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ خلاص خرجت من البطوله اللي انت حامل لقبها، خرجت منها يا معلم، وبتفقد الثلاثيه للمره الثالثه في تاريخك بعد 2007 بعد 2022 وحاليا 2025. بجد حاجه مستفزه. وطبعا كولر وهو بقى طالع من المباراه، جمهور الاهلي اللي في الدرجه الثانيه او بعض من جمهور الاهلي يعني بيحدف على ازايز الميه. وبعدها على طول بيحصل الشيء اللي كنا نتمناه من اول الموسم، وهو مجلس اداره النادي الاهلي يوجه الشكر لمارسيل كولر ويولي عماد النحاس المسؤوليه كمدير فني مؤقت، هو محمد يوسف ومعاهم محمد شوقي في الجهاز الفني لحد ما الموسم ينتهي ويجيب مدرب اجنبي. والماتشات المتبقيه ليك كعماد النحاس مع النادي الاهلي كلها ماتشات كؤوس ما فيهاش هزار ولا فقد نقطه واحده، انت بتنافس على الدوري. 30 ابريل بتلعب مباراه مع بتروجيت وبتفوز بصعوبه 3-2، سجل الاهداف وسام ابو علي هدف، عمرو السوليه هدف، وجراديشار هدف، وبتفوز باول 3 نقط مع عماد النحاس. ويوم 4 مايو بيراميدز بيلعب فاركو وبيخسر 3-2، وبيكون اول سقوط رسمي لبيراميدز في المرحله النهائيه من الدوري. وانت ليلتها بتلعب حرس الحدود وبتفوز بخماسيه نظيفه، وبيسجل اهداف طاهر وكوكا ووسام وحسين الشحات، وبيتقلص الفرق اخيرا
ما بين الاهلي وبيراميدز لنقطه لصالح بيراميدز، عشان يوم 8 بتلعب المهري وبتفوز عليه كالعاده 4-2. سجل الاهداف امام عاشور هدفين، محمد طاهر بيسجل هدف، واسامه ابو علي بيسجل هدف. وبعدها بيوم على طول بيراميدز بيخسر من البنك الاهلي 4-2، ورسميا عوده النادي الاهلي لاعتلاء صداره الدوري المصري بفارق نقطتين فقط. يوم 13 مايو بتلعب سيراميكا كليوباترا وبتكسب بهدف نظيف سجله بن شرقي، والمباراه دي ياسر ابراهيم بيشيل كوره من على خط المرمى في اخر دقيقه في المباراه. وعلى الجنب الثاني الزمالك بيفوت المباراه لبيراميدز وبيفضل الفرق ما بيننا نقطتين. يوم 17 الاهلي بيلعب البنك الاهلي، امام بيسجل الجون الاول، ياو النور بيسجل هدف التعادل. لحد اخر ثانيه من اخر دقيقه في المباراه ياسر ابراهيم بيلعب اسيست لوسام ابو علي اللي ما بيسميش، وبيسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي، هدف الثلاث نقاط وهدف يعتبر 99% من حسم الدوري. ويومها بيراميدز بيفوز على بتروجيت وبيحافظ على فرق النقطتين ما بينهم. بعدها الرابطه بتعلن عدم خصم الثلاث نقط من النادي الاهلي في نهايه الموسم، وفجاه من اللا شيء بنكتشف ان في بند في لائحه الرابطه. البند ده كان السنه اللي فاتت بيقول ان الفريق لو ما راحش الماتش يبقى اسمه منسحب من المباراه، يتخصم منه 3 نقط في المباراه وثلاث نقط في نهايه الموسم زي ما حصل مع الزمالك السنه اللي فاتت. البند بقى السنه دي قال لك ايه؟ قال لك الفريق اللي مش هيروح المباراه مش هيبقى اسمه منسحب، لا هيبقى اسمه عدم الحضور. الثلاث نقط هيروحوا للفريق المنافس عادي، ولكن ما فيش خصم 3 نقط في نهايه الموسم. حاله الانسحاب ما هي خصم 3 نقط في نهايه الموسم دي لو انت انسحبت من المباراه وانت فيها، لكن لو ما رحتش اصلا يا عم عادي، يا عم خلصانه هندي 3 نقط للفريق المنافس. فجاه من اللاشيء، طب البند ده كان فين؟ ما كانش حد عارفه، ما كانش حد شايفه. طب الناس اللي بتمضي عليه يعني المفروض ان ال 18 فريق بيوافق، ما تعرفش اي حاجه خالص. المهم الزمالك وبيراميدز بيشتكوا طبعا الموضوع ده وبيصعدوا الامور، وبيراميدز بالذات بيشتكي للكاس. انا ما اعرفش الزمالك علاقته الصراحه، يعني انت كزملكاوي انت عايز ايه؟ المفروض انا وبيراميدز بتنافس، بيراميدز الشخص اللي واقع عليه اكبر قدر من الضرر. انت خدت الثلاث نقط بتوع الماتش وما لعبتش وريحت، طب انت عايز ايه؟ ما اعرفش الصراحه. فيا ريت لو في اي مشجع ابيض بخطين حمر يقول لي هو كان عايز ايه من الموضوع ده. والله العظيم يا جدع، طب نعمل ايه طيب؟ والله العظيم الدنيا غريبه، والله الله. عشان تيجي اخر مباراه في الدوري المصري الاهلي قدام فاركو، وفي نفس الميعاد بيراميدز قدام سيراميكا على استاد السويس. الاهلي محتاج عشان يحسم المباراه دي انه يكسب المباراه بس، اما لو تعادل فبيراميدز محتاج يكسب بفرق 6 اهداف عشان يقدر يكسب الدوري بفرق الاهداف طبعا. اما لو الاهلي خسر فبيراميدز محتاج انه يفوز بس ويكسب الدوري. وبيخش الاهلي مباراه فاركو بروح عاليه جدا، لاول مره اشوفها تقريبا، اول مره من فتره كبيره قوي اشوف الاهلي بيلعب بالروح والحماس وروح الفانيلا الحمراء والحوارات دي. حرفيا بقالي كتير ما شفتش الاهلي بيلعب حلو كده. الاهلي بينزل يدق حصون فاركو بسداسيه نظيفه 6-0، نص دستة اهداف. بيسجل الاهداف سوبر هاتريك الفدائي وسام ابو علي، منهم هدف من اسيست ملك الحلول علي معلول اسطوره النادي الاهلي، اسطوره الجيل الحالي في النادي الاهلي. ودي بتكون اول مباراه ليه في الموسم ده، تخيل اول مباراه ليه رسميه في الموسم ده. طبعا لعب في الرابطه مع الناشئين، كان قرار طبعا ما كنتش حابه خالص كاهلاوي الصراحه. المهم حسين الشحات بيسجل الهدف من اسيست وسام، وفي اخر دقيقه مروان عطيه بيلعب اسيست لحسين الشحات بوش رجله الخارجي. حسين الشحات والجون فاضي، بيختار انه يلعبها بالكعب لامام عاشور اللي جاي من ورا عشان امام عاشور يسجل الهدف وياخد جائزه هداف الدوري. الهدف ده روعه الروعه، بيعرفك ايه هي روح النادي الاهلي، او ايه هي روح المحبه اللي في النادي الاهلي عامه. ورسميا الاهلي ذا ماستر اوف سسبنس، سيد التشويق على راي كابتن ايمن الكاشف، يسدل الستار على نهايه القصه ونهايه الحوار ونهايه الموسم الملخبط ده من اوله، وبيعلن فوزه بالدوري المصري ال 45 في تاريخه. وفي نفس الوقت اللي الاهلي المونديالي بيتسلم فيه درع الدوري في ارض الملعب وسط المراسم الاحتفاليه اللي بتتم، بنلاقي فيديوهات ان بيراميدز بعد ما فاز على سيراميكا بيحتفل هو كمان بالدوري، على اساس ان الكاس المحكمه يعني او الحاجه اللي هو مشتكي لها هتخصم 3 نقط من النادي الاهلي وهيروح لهم الدوري. يعني هل انت متخيل، هل انت كيا عم كزملكاوي ما فيش حاجه اسمها كبيراميدز ما فيش جمهور ليهم، هل انت كجمهور او مشجع زملكاوي واخد بقى وفاهم ان الاهلي بعد ما ياخد الدوري ويتسلمه كده من ارض الملعب لاول مره اصلا في التاريخ يتسلم تقريبا الدوري بعد اخر مباراه، بعد مباراه الحسم يعني على طول، هل انت متخيل ان هم هياخدوا الدوري من الجزيره ويودوه لبيراميدز؟ معلش يعني ما فيش الكلام ده. وبس يا سيدي، جينا لنهايه حدوتتنا النهارده، وهي حدوته بطوله الدوري ال 45 للنادي الاهلي، دوري مليان حكايات وقصص تتعمل افلام حرفيا. وبس لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب وزر الجرس، خليها كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد، كومنت لذيذ منك، ولينك التيك توك بنزل عليه فيديوهات هناك بشكل شبه يومي باذن الله، هيعجبك روح اعمل فولو، هتلاقي لينك الانستا الشخصي برضه روح اعمل فولو. ولو عايز تشتري تيشيرت فرقك المفضل خش على الستور الخاص بينا كيك اوف صوره، هتلاقي اللينك في البايو. وبس كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. سلام.